ايه ده؟ انت اللي هتقول لنا ايه ده يا معلم سلطان؟ حشيش يا فندم احنا قبضنا عليه نتيجة بلاغ جالنا وأكد لنا مكان المخدرات في عربيته. هو موجود عندنا يا فندم في الإدارة. أنا عايزكم تتصرفوا معاه على اعتبار إنه متهم وسكتوه وهو في حالة تلبس. أيوة يا إسماعيل. بعد كده بقى احنا هنتصرف وهنحاول نطلعه بأي حجة. لازم تتأكد إن سلطان الدكشي ده هو الوحيد اللي هيقدر يوصلنا لشخصية الراس الكبيرة اللي اسمه سعادة البيه. عملت ايه يا ابو سريع؟ انا لسه جاي حالا من المديريه. لا مؤاخذه بقى، التهمه لابساه 100 100. يعني النهارده لما يكرموه هياخد له بتاع 20 سنه. بقول لك يا ابو سريع، امورنا يا سعاده البيه. الراجل ده حبيبي ابن حتتي، وبعدين وقف معايا وزنقتي وجاب لي 3 محامين لبسوني القضيه. انا هطلع عند عمامه، انا اجيب له 4 محامين يلبسوه القضيه وهو مستريح. يا ده انت قلبك كبير قوي يا سعاده البيه. لا، ما انا هبعت الواد بلاجه لصبيانه ورجالته يفهمهم انا قد ايه جدع معاه شهم طبعا يا سعاده البيه، وابو الشهامه كمان. الواد بلاجة جالي وقال لي ان المعلم فتوح بعت 4 محاميين عشان يترافعوا عن المعلم في القضيه. ليه؟ هو احنا ما كناش نقدر؟ ايه اللي تقدري يا معلمه؟ ده انت تقدري ونص. وبس تلاقي المعلم فتوح عايز يرد الجميل المعلم سلطان عشان وقف معاه نفس الوقفه دي. اهو انا خايفه بقى من فتوح ده، حاسه كده ان هو ورا الملعوب ده. ولا انت رايك ايه يا معلم سعد؟ والله كل شيء جاهز يا معلم. هو بس لو كان المعلم معاه حد في العربيه ما كانش لوحده يعني، كنا شايلنا القضايا وقلنا ان المخدرات دي بتاعته هو. وماله يا دونجو، احنا لسه فيها. يعني ايه يا معلم سعد؟ يعني لو عايز تشيل القضيه نشيلها لك. انت مش طول عمرك بتقول انك بتحب المعلم وعايز تفديه بعينيك؟ ورينا بقى شهامتك. شهامة ايه يعني؟ المعلم اتمسك بالمخدرات متلبس وكان مفرده في العربيه. يعني اقول له وكيل النيابه انا كنت بجري ورا العربيه عشان اركب معاه؟ ما الناحيه دي ما تشيلش هم خالص. المحاميين هم اللي هيرتبوها، ده احنا معانا محامين كبار قوي. دول يا دونجو اتكل على الله كده وروح اعترف، ده المعلم هيشيلها لك جميله كبيره قوي. جميله ايه يا عم حسن؟ ده بعد 25 سنه كلمه جميل دي هتكون اتغيرت وهطلع من السجن على القرافه على طول. حلو قوي، اهو تيجي على عندنا. شويه هزار يا عم حسن. ومين قال ان احنا بنهزر؟ احنا بنتكلم بجد. احنا عايزين نطلع المعلم الحكايه دي باي شكل. الله، طب ومين اللي هيمشي الشغل؟ وذنب المدمنين الغلابه دول هيبقى في رقبتي لو اتحبست. ايه الكلام اللي ملوش معنى ده يا دونجو؟ يعني ايه مين اللي هيمشي الشغل؟ امال احنا رحنا فين؟ مش مالين عينك؟ طبعا يا معلم سعد، جايلك على الطبطاب تخلص مني انا واتحبس وتقعد انت على جبل السكر ويخلالك الجو. من غير تلبيخ يا دونجو. انت حقك ومكانك هيفضل محفوظ لحد ما تخرج. حق ايه اللي هيفضل محفوظ يا معلم سعد 25 سنه؟ ده انا هطلع من السجن الاقيكم كلكم تبتوا وفتحتوا معارض موبيليا، وانا ماليش في الشغل ده يا سيدي المعلمين. يا راجل ده فتوح خرج على طول. فتوح هرب وحد منعك؟ بقول لك يا معلم سعد، انت مالك محمود قوي كده ليه؟ انت مش عامل ان قلبك على المعلم سلطان؟ لا مش عامل يا دونجو، ده بحقه حقيقي. خلاص يا معلمي، اهو جاء الوقت اللي تثبت فيه حبك واخلاصك للمعلم سلطان. وهو كان حد فيكم طلب مني حاجه وقلت لا؟ خلاص يا ريس دونجل، خليه يروح للنيابه ويقول ان هو اللي حط الحشيش للمعلم في العربيه. هو ده الكلام المظبوط يا ده متحاكى. يلا يا معلم هجيلك متطبطبه وملعوبه وتحطها في الجون على طول. ورينا الهمه بقى يا عم المعلم. ماشي الكلام. انت رايح فين يا سعد؟ هثبت لدونجل اني مش بتاع كلامه بس. انت جننت؟ الدونجا كان بيهزر معاك. شغلنا ما فيهوش هزار يا معلمه سماره، احنا بنتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. انت رايح فين؟ استنى هنا. خلاص يا ساعة، مفيش داعي تروح ولا تعمل اي حاجه. سلطان خرجت ازاي يا معلم؟ هربت يا معلم ولا طلعوك بكفاله؟ انا طلعوني براء. براءة؟ براءة ازاي يا سلطان؟ الحشيش ما طلعش حشيش، امال طلع ايه؟ طلع حن. اوبا، ده احنا كده يبقى ظلمنا المعلم فتوح.
وفتوح دخله ايه بالموضوع ده؟ اصل كان في كلام كده انه ممكن يكون ورا الملعوب ده. على العموم الف حمد لله على سلامتك يا معلم. الحمد لله على السلامة يا معلم. ألف حمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. أنا كنت عارف إن أنت هتطلع منها زي الشعر من العجين. عشان كده خفت تروح تقول ان انت اللي حاطط الحشيش. إزاي بس يا معلم؟ ده أنا أفديك بروحي، بس أنا يعني ما رضيتش أصغرك قدام الحكومة. انت قاعد بتاع كلام وبس. كتر خيرك يا سعد على الشهامة والإخلاص، طول عمرك راجل بحقه حقيقي. لا يا معلم، أمال أنا بقى إيه؟ عارفة يا سمارة، أنا لغاية دلوقتي مش عارف ازاي طلعت براءة من الموضوع ده. هيكون ازاي يا سلطان؟ ما انت لسه قايل الحشيش طلع حنة. حنة ايه يا سمارة؟ حنة ايه يا حبيبتي؟ أنا يا سمارة ابن كار من صباع رجلي لشعر راسي. أنا أول ما شفت الحشيش عرفت إنه حشيش أصلي، وعرفت الصنف بتاعه كمان. تقصد ايه يا سلطان؟ أقصد يعني اللي حصل ده معجزة. معجزة؟ تكونش فاكر نفسك ولي ولا ايه؟ جرى يا سلطان، ده الناس كلها عارفة انت بتشتغل في ايه. أيوة يا سمارة، بس حاجة تحير بيني وبينك. احمد ربنا ان انت طلعت من الكارثة ديت. الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. بس برضه لازم أعرف مين اللي عمل العملة دي. عارف يا سلطان؟ أنا عرفت مين اللي طلعك من الكارثة ديت. مين يا سمارة؟ أكيد سعادة البيه. جايز، كل شيء جايز. جايز ازاي؟ ده أكيد. أنت لازم تشكره يا سلطان. أشكره فين بس؟ ولا أعرف له طريق ولا نمرة تليفون؟ عارفة يا سمارة، اللي حصل ده خلاني عرفت رجالتي اللي بتشتغل معايا على حق. يعني الواد دونجل ده طلع أي كلام. وشفت سعد؟ سعد من أول يوم شفته فيه وأنا قلت عليه راجل بالصحيح. أنا لو منك بقى يا معلم سلطان بجد أمشي بقى الواد اللي اسمه دونجل ده وأخلص منه. إيه؟ لا 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 يا صبور. الله ده كلام برضه. ده أنا بقول عليك مخك كبير. أمشيه إزاي؟ دونجل ده مهما كان ليه عوزة. دونجل ده بيعرف الصغير والكبير عن شغلنا، وعارف كل التجار اللي بيتعاملوا معانا، ولو حس ان احنا هنغدر بيه جايز قوي يغدر بينا. عندك حق يا سلطان. براءة ازاي؟ وهكون يا ما حطيتيش حاجة في العربية. حطيتها له يا سعادة البيه، ولا هم مسكوه ازاي؟ صحيح، هم مسكوه ازاي؟ بس برضه لازم نفكر لا مؤاخذة. طب هم سابوه ليه؟ ازاي يا ابو سريع؟ ازاي دي بقى سعادة البيه لا مؤاخذة؟ هي مربط الفرس. اللي دي الشمس ملايين من مضحكة وعنبة انهم لقوا الحشيش مغشوش. مغشوش ازاي يالا؟ الله، ده انا حاطط اجدع صنف. وهكون اتغيرته. معقول يا سعادة البيه؟ الموضوع ده فيه سر كبير قوي يا سيدي المعلمين. انا في حاجة كده في دماغي هقول لك عليها بعدين على استفراد. ولا بعدين ولا استفراد. روح يا بلاجة اعمل لنا اديناهم. من عينيا الاثنين. كنت عايز تقول ايه؟ اصل انا مؤاخذة سعادة البيه مش شايف اي تفسير لخروج المعلم سلطان بعد ما ظبطوا الحشيش في عربيته، الا اذا كان بلاجة ده بقى لا مؤاخذة حط له حاجة تانية. حاجة تانية؟ تانية زي ايه؟ خلطة حنة مثلا، ولا مؤاخذة شممها ريحة حشيش. لا، امال هم قبضوا على سلطان ليه؟ ما هم لا مؤاخذة في الأول اشتغلوا، وبعدين لما بعتوا البضاعة اللي لقوها في عربيته للمعمل عشان يحللها ما لقوهاش حشيش. يا ابن الكلب، عارف لو بلاجة كان عمل كده هوديه ورا الشمس. اقطع دراعي ولساني اللي بكلمك بيه ده يا فوزيه ان ما كان في حاجه بين سعد وسمار. ايه اللي انت بتقوله ده يا منيل؟ انت عايزنا نتعكش عكشه ويدفنونا بالحياه؟ مفيش،
ده انا المعلم دونجل احفر لهم حفره هيقعوا فيها هما الاتنين ومش هيعرفوا يطلعوا منها. انا مش عارفه انت ايه اللي حاويك على قطع عيشك وقطع رقبتك، وحتى لو الكلام اللي بتقوله ده حقيقي احنا مالنا؟ ده بدل ما تاكل بعقل المعلمه حلاوه وتحسسها ان انت خايف عليها علشان ترضى عليا وعليك، عايز تجيب عليها وطيها. انا مش فاهمه، هي كانت مرات ابوك ولا كان المعلم سعد جوز امك؟ فاهمه فعلا مش فاهمه حاجه فوزيه، اصلك مش عارفه المعلم بيعاملني ازاي دلوقتي. سعد قدر يدخل في زوارق المعلم وخلاه يفضله عني انا بعد 10 السنين دي كلها. شفت؟ ما هو من عمايلك السودا. بس واجب عليا برضه ابلغ كل اللي بيحصل ده للمعلم. وهو ايه اللي بيحصل؟ انت شفت ايه ولا مسكت عليهم ايه؟ ما تخافيش، هشوف وهمسك وهيحصل. لما يبقى يحصل يبقى يحلها ربنا، لكن انا بقول لك اهو يا دنجل ما تبقاش عامل زي الدبور اللي زن على خراب عشه. ابعد عن الشر وغني له يا دنجل، وما توكسناش يا اخويا لحسن والله العظيم هطربقها فوق دماغك. ولا عنب قرص دونجل. انا النهارده ورايح مش عايز يبقى لك شغلانه ولا مشغله غير المعلم سعد والواد حسن. يعني ايه يا ريس؟ اروح اشتغل معاهم في القرافه؟ فتح مخك ياض بدل ما اكملها لك على الصبح. حاضر يا ريس. عايزك تبقى عينك عليه وتفضل رامي عليه الخرزه لحد ما تطمن انه ينام وتيجي تكلمني. فاهم ولا نعيد الكلمات دي تاني؟ فاهم يا ريس. افرض يا ريس لا مؤاخذه يعني مؤاخذه المعلم سأل عليا. مالكش دعوه انت، انا اتصرف واقول له بعته مشوار ولا راح يوضب اي مخزن من المخازن. طب وليه ده كله يا ريس دونجل؟ انت عارف ان انا ما بحبش الرغي ولا الاسئله الكتير واللت والعاج. عايز تطرطق ودانك كويس قوي وتسمع دبه النمله. ما انا ياما سمعت كتير يا ريس. المره دي مش عايزك تسمع بس، عايزك تشوف كمان وتفتح عينيك كويس قوي. يلا غور. اغور فين يا ريس؟ غور ياض في داعي. حاضر يا ريس. ماشي يا سعد. ايه بيدار عليا دار زماني قاسي وغضبني، مشيت سواح مساوي صباح ادور عاللي راح مني، ادور عاللي راح مني، ادور عاللي راح مني، ادور عاللي راح مني. غريب 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 الدار بيدار عليا دار زمان. بقول لك ايه؟ اوعى تقول لي ان انت كنت في البيت. عشان انا رحت يا اخويا وما لقيتكش هناك. لا ما كنتش في البيت، كنت بره طول النهار. ايوه بره فين يعني ومع مين؟ ملموم على مين اليومين دول؟ هات من الاخر. يا ساتر يا رب. كنت ببارك للبهوات بتوع حزب الشعب. ليه يا اخويا؟ هيتجوزوا؟ يتجوزوا؟ نجحوا في الانتخابات والحزب بتاعهم هيبقى الكل في الكل. وماله يا اخويا؟ البركه فينا وفي القهوه بتاعتنا. طبعا. هو في دعايه اتعملت لهم في بره مصر زي اللي اتعملت عندنا؟ على الله بس يا اخويا ينوبنا من الحب جانب. ايه الا جانب يا لولو؟ قولي كل الجوانب. انت تقدري تعتبري نفسك من دلوقتي رئيس الحكومه. لا يا اخويا شر بره وبعيد. رئيسة حكومة ايه؟ انا رئيسة قهوتي بس. قول لي هما الناس التانيين خسروا؟ طبعا خسروا، بس الدور الجاي عليهم واحنا هنبقى معاهم. ما احنا من دول كسبانين ومن دول كسبانين. وماله يا اخويا؟ يا بخت من نفع واستنفع. هات يا ابني كاس. ايه يا محمود سكتوا ليه؟ ما المزيكا تشتغل يا جدع. الله. وتحت الشباك ولمعتك يا جدع بعد وياك ما تقول لي يا جدع. تحت الشباك ولمعتك يا جدع بعد وياك ما تقول لي يا جدع. قال إذاعتي قال وصاد البيت انا ابوس رجليك
على عيني يا جدع، قال يا سلام سلم، رقصها يا معلم. يوه ما قلتلناش بقى يا عبد المجيد بيه تحب تمسك انهي وزاره؟ ما انت عارف رأي دولة الباشا في الموضوع ده. الحقيقه يعني انا شايف انك انت اصلح واحد عشان يمسك وزاره الحقانيه. اهو ده اختياره مظبوط يا دولة الباشا. يا جماعة صدقوني أنا كفاية عليا شغلي في البرلمان. إحنا قدامنا معارضة قوية جدا ولابد حد يقف ويتصدى لها. وأنت بقى يا كريم بيه؟ ما احنا اتفقنا يا دولة الباشا، وزارة الداخلية. حقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا هبقى محرج قوي مع رفعت الباشا عزمي، أصل هو عاوز ياخد الداخلية. إذا كنت تاخد برأيي يا دولة الباشا، أنا بقترح إن كريم هيكون أفضل واحد لوزارة الداخلية. هو الوحيد اللي يقدر يمسك البلد بإيد من حديد. يا هاني، عاوزة تفضلي حرم وزير الداخلية ولا برضه لسه راكبة دماغك وعاملة زي العيال وعايزة تطلقي؟ أنا ما غيرتش رأيي. يعني إيه؟ يعني مصرة على الطلاق. بابا مبروك. ميرسي يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي، تعالي شوفي ماما. هاي يا ماما. هاي يا حبيبتي. سيلفو بلي كريم، ما تدخلش البنت في خلافتنا. وفي ايه؟ حصل ايه؟ انتوا اتخانقتوا تاني ولا ايه؟ ما حصلش حاجة يا حبيبتي، ماما راكبة دماغها وفيها شوية أوهام. أهو أنت أهو، أنت وجوزك مش بتروحوا نوادي كتير وبتسهروا في أماكن كتير؟ عمرك سمعت حاجة عن بابا؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ أي حاجة. أبدا والله. وسهرة كل ليلة في الكباريهات مع البنت الرقاصة. معقول الكلام ده اللي بتقوليه يا ماما؟ يا حبيبتي ده نص البلد عارفين. صح الكلام ده؟ أيوة يا حبيبتي، أصل كل دي كانت داخلة ببند الدعاية بتاعت الحزب. أيوة كنت بقعد في قهاوي مشهور، في كباريهات مشهور، بس ليه؟ علشان أنشر مبادئ الحزب. والله؟ واشمعنى فهمي باشا وعبد المجيد باشا ما كانوش بيعملوا زيك كده؟ لأني كنت عارف إن هبقى وزير الداخلية، ووزير الداخلية يا هانم لازم يعرف كل داخليات البلد. صح يا ماما، بابا كان لازم يعمل كده. طبعا، ما انت طول عمرك بتدافعي له. بقول لك ايه يا كريم، انا مصره على اللي في دماغي ولا يمكن هقدر اعيش معاك بعد كده. فكري كويس يا هانم، عن إذنك. هو ابويا فين يا اما، هنا ولا خرج؟ خرجت روحه من جسمه، اهو متدرمغ من اللي بيشربه ومخمود جوه. حرام عليكي بقى، ابويا ده راجل غلبان قوي. لو يوافق بس ويجي يشتغل معايا. يا ريت يا اختي، يا ريت اقله تريحيني من خلقته. ليه؟ هو كان بيعمل فيكي ايه؟ ده انا عمري ما شفت راجل متبهدل من مراته زي ما انت مبهدلاه كده وقاعد مستحمل. جرالك ايه يا سمارة؟ كل ما اجيب سيره ابوكي كده ولا كده تدافعي عنه وتقفي له. انت يا بنت بتحبيه على ايه؟ ابوكي ده لا صرف عليكي ولا عرف يربيكي. لو كان معاه ما كانش استخسر فيا. ويا خساره، على ما كبرت انا كنت انت خلاص قشطتي على كل فلوسه وخلصتي عليها. خلصت على ايه يا اختي؟ الفلوس اللي كانت عنده هف طارت. هف طارت؟ راحت فين ياما؟ اكيد على اللي اسمه صالح. وبعدين معاك يا سماره، انا يا بنت هلاقيها منك ولا من ابوكي؟ داخل طالع طالع داخل يقول لي يا ما نفسي اخد روحك انت واللي اسمه صالح ده عليا. ما هو معذور ياما، من اللي بيشوفوا منك الراجل. بيشوف ايه يا بنت؟ ده ابوكي بيتهيأ له. اسكت يا سماره، ما اقولكيش اليومين دول يا بنت بيبص لي بصات كده يا اختي، ببقى مرعوبه. جدتي بتعمل كده اهو، بجري على اوضتي واقفل عليا بالمفتاح. امال ليه؟ ما انا خايفه منه يخش عليا يعمل فيا اي حاجه. مجنون ويعملها. انت بتخافي منه ياما، لكن انا خايفه عليكم انتوا الاتنين. يا رب يا رب تتوب عليا منه يا رب. اسر الكلام، كنت عاوزاني في ايه؟ فكرتيني يا نن عين امك. شفتي الامله اللي كريم بيه هيبقى فيها؟ تاني ياما،
هنرجع للموال ده تاني؟ مش كنا خلصنا منه؟ يا بنت بتقاطعيني ليه؟ هو انا لسه خلصت كلامي؟ دي المعلم صالح المعلم صالح جه وقال لي خلاص كريم بيه هيمسكوا البلد وهيبقى وزير الداخليه. وانا مالك؟ مالك ده ايه يا حبيبتي؟ ده ملك وملك وملك ونص. يا بنت انت ناسيه انت وجوزك بتشتغلوا ايه؟ يعني لو غضب عليكوا وحطوكوا في دماغه ورا الشمس حديد يا حبيبتي حديد. انما بقى لو رضي عليكوا وشالكوا من دماغه وحطوكوا في قلبه قشطه، محدش يقول لكم تلت التلاته كام ولا يهوب ناحيتكوا، فهمتي؟ خدي القهوه. قصر الكلام، هاتي من الاخر. عايزاني اعمل ايه؟ ابدا يا حبيبتي، عايزاكي تخطفي رجلك وتروحي لحد عنده تقولي له الف الف مبروك يا كريم بيه. اروح له ازاي؟ انت مش عارفه اللي حصل بينهم؟ ده طرد سلطان من مكتبه. يا بنت جوزك ده عامل زي الخروف لعمه، بيخش كده اهو ويدش الكلام في وش الواحد كانه صاحب الراجل راس بالراس وتاجر مخدرات زيه. اهو اللي حصل بقى. اسمعي يا سماره، الراجل يا بنت مش زعلان منك انت، اسمعي كلامي. حطي رجلك هناك ووديه واطلبي اللي انت عايزاه، مش هيأخر لك اي طلب. قبل ما ترمشي بعينك طلبك هيكون تحت رجلك. اسمعي كلام امك. وانا ايه اللي يخليني يختدني من نفسي؟ ولعلمك بقى الراجل اللي بيشتغل معاه سلطان بيقولوا جامد قوي 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 وكبير جدا كمان. كبير قد ايه يا نن عين امك؟ يعني اكبر من وزير الداخليه يا بنت، ده ماسك البلد. ايوه، ده هو اللي خرج سلطان زي الشعره من العجين لما قفشوه لقوا في عربيته حشيش. يا اختي اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. انا قلت بس بقولك ايه، بعد كده ما تجيش وتقولي لي ياما حقي برقبتي. يا ريتني كنت سمعت كلامك اهو. بقولك ايه، خدي القهوه بتاعتك مسخه، انا بشربها زياده. عن اذنك عندي شغل. شغل؟ بقولك ايه يا سمرمر، يعني عشان السكر ما فيش وكده ما لاقيش معاكي 20 جنيه يا حبيبه امك. انت يا اختي ما بتشبعيش فلوس؟ يا بنت مش بنصرف وابوكي بيقربع بيهم. شوفي بس شوفي يخليكي ليا. هادي اللي باخده منك. دعوتي يا بنت بالدنيا. خدي 10 جنيه. 10 ايه؟ هاتي دي هاتي دي. بس دي 50. وماله يا حبيبتي 50 اجري يا بنت عشان ما تاخريش على الشغل. يلا روحي. وقتي يا شغل يا شغل يا شغل يا شغل، كلنا بنحب الشغل. قشطه يا سماره. مالك يا سعدي، في ايه؟ ساكت كده ليه؟ الصراحة ما كانش ليكي حق تيجي هنا يا سمارة. اخصى عليك يا سعدي، ما كنتش عايزني اجي اشوفك، ده انت وحشتني قوي. أنا بس خايف عليكي. خايف عليا من ايه؟ هو حسن يعرف حاجه؟ لا طبعا، بس أنا أصلي مش عايز حد يعرف عن حبنا ده أي حاجة. ما تخافش، ما حدش هيعرف حاجه. انت ناسي ان انا بقيت المعلمه والكل في الكل، وانت بقيت صبي من صبياني. بس عايز الحق، أنت أجمل وأحلى معلمة أنا شفتها في حياتي. وانت من احلى الصبيان. سعدي مالك في ايه؟ وطي حسك ويا ريت نتكلم بصوت واطي. اللي كنت خايف منه حصل. يا مصيبتي، ايه اللي حصل؟ الواد عنبه بيتجسس علينا. يا لهوي، هو فين؟ واقف ورا الشجره هناك. بس اعملي نفسك مش واخده بالك، ولما اكلمك رد عليها بصوت عالي. ماشي. بقول ايه يا معلمه؟ يا ترى البضاعه الجديده هنستلمها ازاي؟ اصل الشهاده لله فكره الجنازه المره اللي فاتت كانت فكره طالعه من مخ كبير قوي. لما نعرف بس هنستلم البضاعه امتى يا سعد. بس انا شايف يا معلمه الشغل مش ماشي زي الاول. ايه العباره؟ الراجل اللي اسمه سعاده البيه ده متنح معانا الايام دي. هو الكلام ده بحقه حقيقي؟ ايوه بحقه حقيقي. الراجل يا اخويا حاطط عينه عليا، قال ايه عايزني اروح ارقص له. الله، طب ما رحتيش ليه؟ يا ريتك كنت رحتي، على الاقل كنا قدرنا نخش في زوارقه ونطير سلطان. كان نفسي والله. سلطان قال لي لا، رقص يعني لا. طب استني. هتعمل ايه يا سعد؟ حبيبي يا معلم سعد. ايه يا عنبه؟ انت كنت عايز حاجه؟ لا، ده انا جاي اشوفك انت والرئيس حسن، محتاجين اي حاجه، انا تحت امركم.
جرى ايه يا واد يا عنبه؟ انا مش منبهه مليون مره ما حدش يخرج من عندنا غير لما يستأذني. ما انا ما عنديش شغل يا معلمه. شغل ايه وهباب ايه؟ بعد كده الكلمه اللي اقولها تمشي سيف على رقبتك. ولما تحب تستخبى يا اخويا استخبى في شجره تبقى اكبر منك مش اصغر منك. يعني حرامي وهبل. يلا 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 من هنا. تفتكر خد باله من حاجه؟ ما اظنش. عاجبك كده بس زمر؟ كنت هتتسبب في قطع عيشك. عشان خايب وما عملتش اللي قلت لك عليه وخليته لمحك. انا مش قايل لك ترمي عليه الخرزه من بعيد وتبقى عامل زي الشبح اللي يشوف الناس ومحدش يشوفه. بصراحه سعد ده يرقم اللي ما يترقمش يا ريس. ده تاريخ كان شايفني من ساعه ما وصلت له المعلمه سماره. المهم يعني ما عرفتش تلقط حاجه. كانوا بيتكلموا في الشغل. شغل؟ يعني هتروح القرافه عشان تتكلم معاه في الشغل. طب ما كلمتش حسن ليه؟ انا ما شفتش اي اثر لحسن في القرافه. تقريبا كان نايم او غطسان في اي حته. يعني ما سمعتش اي كلمه كده ولا كده؟ كل الكلام كان في الشغل، يعني ما فيش كلام في السكر، في العسل، في الحنيه. حنيه ايه يا ريس؟ بقول لك كانوا بيتكلموا في الشغل، ما فيش بينهم وبين بعض اي حاجه زي اللي بيني وبينك كده يعني. هو في بيني وبينك ايه يا حمار؟ الشغل يا ريس هيكون ايه يعني؟ طب روح. اروح فين يا ريس؟ روح جيب جاز لامك. انت خرجتي النهارده؟ ايوه. رحت فين؟ رحت عند امي كانت عايزاني. في حاجه مهمه؟ ولا مهمه ولا حاجه. كنت عايزه تقول لي ان كريم بيه ده رقوب او وزير. عرفت منين؟ مين اللي قالك؟ يا سماره انت مش عارفه ان السلطان بيعرف كل حاجه. ايه رحت حته تانيه؟ جرايه يا سلطان مالك عمال تحقق معايا كده زي ما تكون قاعده في النيابه. في ايه؟ لا ولا حاجه. بس دول قال لي ان الواد عنبه شافك انت وسعد في القرافه. ما انا بعد ما خرجت من عند امي قلت اعدي عليهم اعمل كبسه اجرد البضاعه يعني. بس هو بيقول انه شافك في القرافه بتتماشي مع سعد مش في المدفع. اصل انا وانا رايحه في السكه قابلته اخدته ورجعنا على المدفع وعملت الجرد. لقيتي ايه؟ لقيت ذمتهم 10 على 10. مفيش تمنايه خاسه من البضاعه. فارم عليكي فارم. بس يا ريت قبل ما تخرجي مره تانيه تبقي تقولي ليه يا سلطان؟ شايفني نغه؟ ما بفهمش في الشغلانه؟ انت ناسي ان انا معلمه زيك بالظبط. ومن حقي بقى اشوف شغلي واعمل كبسه على صبياني في الوقت اللي انا عايزاه. ايوه يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه بس انا اصلي بخاف عليكي. لا ما تخافش يا حبيبي. ولو في حد لازم يخاف يبقى انا اللي لازم اخاف عليك. هو انت مالك بتبعت وراه من الواد عنبه ليه؟ بعد كده تروح تقول للمعلم على اللي حصل. امال اخلي الفار يلعب في عبه ازاي؟ ولما كلامك يا اخويا كله يطلع على فشوش هيبقى شكلك ايه قدام المعلم؟ صدقيني يا فوزيه انا متاكد 100% والجمال دي تشهد عليا ان الاقي تحت القبه شيخ. هو انت يا دنجل محاول على نفسك؟ السكه اللي انت ماشي فيها دي خطر، وانا خايفه المعلم بدل ما يروح يقلب على سماره وسعد يقلب عليك انت. بس برضه واجب عليا يعني ان لازم ابلغ المعلم يعني، وما ينفعش كده توالس على حاجه فيها تمس شرف سمعته. ما هو في رجاله كده تبقى عارفه كل حاجه عن نسوانها لكن ما تطيقش حد تاني يعرفها الا المعلم سلطان. المعلم سلطان مربيني ولا عارفه كويس، واي حاجه تمس شرفه وسمعته بيبقى نار وحريقه كده مولعه. انت لو فضلت في اللت والعجن ده كتير هقول لك يا ابن الحلال انت من سكه وانا من سكه. وعلى راي المثل البير اللي تشرب منه ما ترميش فيه حاجه. وبعدين معاك يا سمار، انا يا بنت هلاقيها منك ولا من ابوكي؟
اليومين دول يا بت بيبص لي بصات كده يا اختي، ببقى مرعوبه. جدتي بتعمل كده اهو، بجري على اوضتي واقفل عليا بالمفتاح. امال ايه؟ ما انا خايفه منه يخش عليا يعمل فيا اي حاجه، مجنون ويعملها. والله يا قمر من غير ما تعملي اي حاجه. الجميل خلص زواق ولا لسه؟ خلصت يا اخويا زواق. قول لي تربست الباب اللي بره كويس؟ انت مش قلت انه خرج؟ يبقى راح يسكر ومش هيرجع غير اخر الليل. الله، مش تخليك عاقل؟ مش الحرص برضو واجب؟ قبل ما تمشي هديك ورقة ب20 جنيه. 20 ايه؟ المعلم صالح ابو شفطوره على سن ورمح يمشي في جيبه 20 اهيف بس. الحق، قال يعني الناس في الشارع هتفتشك وتقول لك ورينا محفظتك، انما انت عايز الفلوس تعمل بيها ايه؟ الفلوس قيمه يا بنت، اقل ابقى ماشي في ايدي ورقه بمبنى. يا لهوي، ورقة ب100 جنيه يا صالح؟ قلتلي تلاقيك اليومين دول ملموم لك على واحدة كده ولا كده، ما انا عارفاك عينيك زايغة. شيخة حرام عليكي، وانا بعرف اتوارب منك كده ولا كده؟ طب يا صبح اعملها انت بس كده وتوارب، وانا كنت مبززة عينيك الاتنين دول بصوابعك. يا ساتر، مش حال ما كنت بحبك الحب ده كله. ايوه، خشيلي يا اخويا بالحنجل والمنجل بتوعك. ايه ده يا مسعود؟ ترجع الباب انت ليه بتفتحه كده؟ مش معاك مفتاح؟ في ايه؟ في ايه يا فجرة يا خاينة؟ اهدى بس يا مسعود افندي. الله، الراجل قاعد بيتكلم معايا في الشغل. شغل يا خاينة؟ ساتر استر يا رب، مالك يا حبيبتي؟ ايه ابوك جرى له حاجه؟ كابوس يا سلطان، كابوس. طب ايه يا حبيبتي؟ انا هقوم اجيب لك شرب. لا لا، تعالى تعالى، انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه. طب قولي لي، خير يا حبيبتي؟ شفتي ايه؟ مش خير يا سلطان، مش خير مش خير. تسلم ايدك يا نعمات. والله اللقمه اللي بتجيبها لنا دي هي اللي بتعدل دماغنا. ده احنا ما لازمش نشفت هناك في السوق يا جدع. بالهنا والشفا يا اخويا، ده انا نفسي اقعد معاكم هنا على طول عشان اخدمكم. ايوه، عشان المعلمه تشوفك ما نخلصش. اللي بالحق يا حسن، هي اشمعنى نعمات اللي المعلمه سماره حطها في دماغها؟ ويعني نعمات لوحدها؟ ايه ده؟ هي حاطه فتحيه كمان في دماغها؟ لا مش فتحيه. الله، امال مين؟ هقول لك بعدين. طب بقول لك ايه يا نعمات، يلا بالسلامه انت بقى. ايه بالسلامه انت دي؟ ما اصل لسه المعلمه سماره لو جت وشافتك هنا هتدينا من المناقي خيار. ليه بقى ان شاء الله؟ اصلا هي محرمه اي رجل غريبه تدب في المكان، خصوصا رجلك انت، سبحان الله مش عارف ليه. يلا 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 بالسلامه انت بقى. ماشي ماشي يا سعد. الله نعمة، ما ترغيش كتير. ماشي، وهفوت عليكم امتى؟ يوم بعد يوم، يلا. ماشي يا سعد. ما قلتليش يا ابو علي، مين بقى اللي المعلمه سماره حاطاه في دماغها؟ مش هقول لك. خد يا بنت، خد يا واد. ايوه قشطه. وبعدين في اللي بيحصل ده، الله، ايه مالك محتاره كده ليه؟ معلم صالح الساعة داخلة على 2 دلوقتي وما جاش. ما جاش في مشوار ولا حاجه؟ لا 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 لا، مشوار ايه؟ ما بيقدرش يروح اي حتة غير لما يعدي عليا الاول في القهوة. لا يكون جراله حاجة. المعلم صالح يجراله حاجه؟ ده صحته حديد زي البوم. الله اكبر في عينيك. بقول لك ايه، انا هخطف رجلي لغايه البيت عنده اطمن وارجع تاني. ماشي يا خلي بالك من القهوه، بطل اكل سنان يا واد. يا عرباجي، يا عرباجي، خش خش تعال. شوقي يا اختي، اطلع يا عرباجي.
ايه انت بتدور على حد يا مسعود افندي؟ عليات فين يا بابا؟ راحت مشوار. تعرفش راحت فين؟ يعني راحت تطمن على المعلم صالح لانه اتاخر على ميعاد القهوه يا قشطه. ماشي؟ خشي يا اختي خدي دوري. دوري؟ دوري مين يا اوعي كده، انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ اوعي كده. ابسالي يا اختي اللي جوه، ايه اللي جاب لي يا شباب؟ جوه قولي لي انا كنت بعمل ايه؟ بفلوسي. طبعا نايم وسرطن ولا همك حاجه. ما انت اللي بتصرف عليه. عليات يا رب قول مين اللي كانت هنا؟ في واحده قريبتي كانت بتوضى بالبيت. قريبتك بتوضى بالبيت؟ هو انا مخلياك ناقصك حاجه؟ ده انا صرف عليك دم قلبي يا صالح. يا عليات بتاخد فلوسي وتسلمها على النسوان يا راجل. ليه اهدي افهمك؟ اهدى ايه؟ انت خليك فيها حلاوه. ده انت جننتني مطلع البرج من عقلي. يا عليات عقل انا مش عايز امد ايدي عليك عشان بحبك. ولا تقدر. اللي مد ايده عليا اخرتها صالح عايز يضربني بعد ما صرفت عليه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.